فمحمد كريم كان منتظر الفرصة دي من فترة طويلة، المخرج الشاب الواعد مع نجم الغناء الأول في مصر، مشروع يحلم بيه أي صانع سينما في الوقت ده. وبيتفق محمد كريم مع محمد عبد الوهاب على اللقاء في بيته، وبعد أكتر من تأجيل بيروح محمد عبد الوهاب يقابل محمد كريم عشان يتفقوا على التفاصيل المبدئية. فبيلاحظ محمد كريم إن شخصية محمد عبد الوهاب صعبة جدا، وفي نفس الوقت هو شخص موسوس بالنظافة وحاجات كتير جدا، حاجات ممكن تهدد أي نجم سينما إنه يعرف يتعامل في اللوكيشن، وخصوصا إن الوقت ده ما كانش فيه سبل رفاهية كبيرة بتتوفر للممثلين. فكان رأي مرات محمد كريم في الوقت ده إنه يرفض الشغل مع الراجل ده بأي طريقة، لكن محمد كريم كان مصر إنه يشتغل مع محمد عبد الوهاب. وبرغم التحديات الكتير اللي قابلتهم عشان بس يمضوا العقد، إلا إن كريم كان بيتغاضى عن معظم الأمور اللي ما بتعجبوش عشان المشروع يكمل. ولما مضى العقد لقى إن أجره في الفيلم 450 جنيه، وده وقتها على أجر مخرج ناجح زيه أجر ضئيل، لكن هو مضى على أمل إن مشروعه مع محمد عبد الوهاب يكون نقلة أكبر في كاريره وفي مستقبله